السلام عليكم، ازيكم النهارده؟ هيكون معانا هذه الكب جايه لي من تيب اوف ذا داي، واللطيف فيها ان هي فيها هنا سمايل. مش عارفه هيبان عندكم ولا لا، بس ما اعتقدش هيبان. فدي هتكون كوبايه نسكافيه لليوم. عايزه افضفض بقى حبتين بقى، بس ان انا مكبوته قوي قوي. سن اكتوبر بيجي عليا بوجع القلب. وجع القلب بيصحصح حاجات، بيوجع حاجات، بيمشي ويدوس على حاجات مش حاجته مش بتاعته وما تخصوش ومحدش ذكره. بس ازاي انا لازم اجي كده؟ فتعالوا بقى نتكلم شويه. شغلت المزيكا دي في الخلفيه، اسمها Earth Song. يعني ايه، بحس ان المزيكا بتخليني اخد راحتي شويه او اتكلم. انا اسف لهذا العطل الفني، مش هشيله خالص من الفيديو عشان انا بعمل الفيديو ده مش علشان اي حاجه في الدنيا، بعمله عشان اتكلم، مش محتاجه ان هو يظهر بشكل معين. يعني دايما بهرب، دايما بجري، دايما بختفي، بنام، مش بعرف ابدا ان انا اواجه. ما بعرفش ان انا اتكلم مع حد في عينه اقول له انت زعلتني، انت ضايقتني، انت احبطتني منك، انت ما كنتش على القدر الكفايه من ان انا اتقبلك. كان في حاجات كتير وكلام كتير على مر حياتي كان نفسي اقوله لاشخاص كتيره قوي، ان انا ما بعرفش اتقبل اللي انتوا بتعملوه، وفي نفس الوقت انا ما بعرفش اتكلم عن مشاعري. الموضوع ده كان طول عمري بيسبب لي مشاكل، وطول عمري دي بتكلم من خلال ان انا اتعلمت المواجهة من شهرين او من 3 شهور. بس اتعلمت المواجهة في حتة كده. حقيقي انا بعاني بقالي كتير قوي من موضوع ان انا مش عارفة اتكلم او مش عارفة اعبر عن مشاعري، مش عارفة اقول ان انا متضايقة او انه حتى اسأل. عشت طول عمري في دماغي بالظبط. بعتبر ان دماغي دايما مفترضه الكلام الصح، اللي هو طب ما هو ما اتكلمش اكيد قصده اللي في دماغي. كاني بالظبط شايفه العالم من منطلق معين او منظور معين، انا معتبره ان العالم كله شايفه من نفس المنظور. فكان دايما عندي اللي هو انا هسأل ليه طالما اللي قدامي واضح جدا وملوش اي برسبكتيف تاني او ملوش اي معنى تاني. يعني دايما كنت بحس ان المواقف بتعدي عليا ملهاش دبل مينينج، هي اللي انت عملته ده استفسيره. فانا باخد التفسير ورياكت عليه واتضايق منه وازعل منه واعيش على اساسه. فبيوديني دايما من المكان اللي انا فيه اروح لحته ضلمه جدا. الحته الضلمه دي بيبقى كلها اسئله ملهاش اجابات، وكلها احباط. ليه حصل كده؟ انا ليه بيحصل معايا كده؟ انا ليه مش بيتم اختياري؟ انا ليه محدش بيبرر لي؟ انا ليه مش بتعامل كويس؟ انا ليه وتلاقي دايما اسئله كتير ليه بيحصل معايا كده. فكان دايما طبعا، ودي حاجات كتيرة كلنا بنواجهها، يعني انك لما ما بتلاقيش اجابة من شخص بتبدأ تدور الكاميرا ليك انت، فتبدأ تسأل نفسك، تلوم نفسك لانك مش عارف تلوم الشخص ده او مش عارف تلاقي اجابة من الشخص ده. فتبدأ تعمل ايه؟ ترجع لنفسك. ده انت الشخص الوحيد اللي قاعد معاك، وانت الشخص الوحيد اللي يقدر يجاوبك. فكأنك بالظبط ما بتعرفش تتشطر على حد غير نفسك. وده اللي انا كنت بعمله معايا، ما كنتش بعرف اتشطر على حد غير نفسي. فموضوع المواجهه ده كان تقيل عليا قوي. انا كنت ممكن اسيبك تألمني وتأذيني، ولا ان انا اجي افتح معاك موضوع ونتكلم في حاجه. وكان دايما عندي مشكله بقى مضحكه اكتر من الموضوع المواجهه، ان انا بنسى. يعني بنسى يعني انا لو جيت دلوقتي فتحت موضوع معاكي ان انا متضايقه منك، انا هنسى احنا قلنا ايه بالظبط، انا هنسى انا كان مضايقني ايه بالملي، انا هنسى مواقف وحاجات كتير، وممكن ردك انت على بعض الامور. فانا لما هاجي بالظبط اتكلم معاكي هبقى نسيت الحدث، فاحس ان انا ما عنديش البراهين الكفايه. وانا ما بحبش فكره السكرين شوتس والريكوردات، وبص انت قلتي هنا وخدت لك سكرين شوت، بصي طلعي راجعي الشات، ما بحبش اللقطه دي. فكان دايما عندي مشكله في المواجهه، ان انا اللي قدامي هيبقى فاكر عني فهيعرف يوقعني، ومش هعرف ابدا اكسب القضيه، فببقى داخله اصلا كاني في المحكمه. موضوع المواجهه ده سبب لي مشاكل كتير، وكان سبحان الله كأن ربنا بيبعتني على مدار حياتي
لكل هذه التجارب علشان اتعلم ازاي اواجه وازاي اتكلم. والخوف اللي بيكون عندي او فكرة ان انا لما هواجه اللي قدامي هيأذيني، اللي قدامي هيسيبني، اللي قدامي هيرفضني، اللي قدامي هيحس ان انا كده بواجهه فيتقمص او يزعل او يشوفني شخص مش كويس. وانا عندي مشكلة كبيرة قوي ان حد ما يشوفنيش يشوفني وحشة. مش مهم ان انا ما اكونش بعجبك، مش مهم خالص، مش مهم خالص. انا عندي مشكله ان انت تبقى عارفني وبعدين فجاه تغير نظرتك ليا او تقول عليا حاجه مش موجوده فيا وانت عارفني. هنا بقى بتبقى الحته اللي انا مش بقدر اتعامل فيها. ما عنديش مشكله لو انت ما تعرفنيش وبتحكم عليا، مفيش اي مشكله، طبيعي، ليك عذرك، ما تعرفنيش. لكن شخص يعرفني وفجاه تتغير نظرته ليا فيبدا يقول عليا كلام ما حصلش، دي بالنسبه لي بتبقى اقف. فالمواجهه كانت دايما بتديني الالرت بتاع ان انت لما هتتكلمي هتطلعي قصاد الشخص ده بشكل ما، فالشكل ما ده هيديله صوره جديده عنك، الصوره دي انت مش هتحبيها، فبالتالي بسكت، بقطم خالص وما بتكلمش في حاجه. فطبعا ياما خسرت علاقات وياما وكلمه خسرت علاقات مش معنى ان انا يعني خسرتها ان انا كنت غلطانه او الشخص كان غلطان، لا، احنا كنا we own each other an explanation. احنا مش محتاجين ان احنا نتكلم علشان نوصل للاجابه اللي تخلينا اصلا ناخد القرار، فما كناش بنعمل بقى البروسيس دي، ما كناش بنتكلم. فالكلام او قله الكلام دايما، الحته الميسنج دي كانت دايما بتدي اشارات احنا الاتنين بناخد الاشارتين انه دي مش عايزه تعرفني او ان دي غلطانه فمش عايزه تتكلم او حاجات كتير. قررت الكام شهر اللي فاتوا كان عندي بريك داون غريب جدا كده في راس السنه، وهحكي لكم ليه. يعني انا الحمد لله ما عنديش مشكله خالص ان انا ابقى شخص بيعيش لوحده او عايش لوحده، بمعنى انا مختاره اعيش لوحدي. بس عندي مشكله ان العالم يحطني في وحده، او ان العالم يخليني احس ان انا I'm lonely بقى، ان انا لما عاوز حد او لما ابقى محتاجه حد ما يبقاش موجود. فدي حاجه دايما كانت من اكتر مخاوفي وانا صغيره، وللاسف للاسف كبرت معايا وكانت بتوديني دايما في اوض ضلمه كتير. فجيت في راس السنه، كانت راس السنه اللي فاتت دي على طول، صحابي المقربين كان ربنا رزقهم جميعا وكلهم سافروا بره مصر. فانا قررت ان انا هروح اقضي راس السنه لوحدي في الفيوم. طبعا مش هقدر اكلمكم قد ايه حبي للفيوم، واحكي لكم في فيديو تاني ليه انا بحب الفيوم بالشكل ده، وليه الفيوم تعتبر الارض الامنه بتاعتي. هحكي لكم عنها في فيديو تاني، ازاي الفيوم غيرت عندي منظور معين من الدنيا يعني. بس راس السنه بالاخص، فراس السنه قررت ان انا هروح. طبعا الكامب هناك يعتبر الكامب بتاعي، الناس اللي هناك كلهم صحابي، انا هناك بروح كانه بلدي بالظبط، كاني نازله البلد. فطبعا ما كنتش عندي ولا شك ولا 1% ان انا ممكن ما انبسطش. يوم راس السنه طبعا كان في ناس كتيره جدا في الكامب جايين يحتفلوا مع اصحابهم براس السنه، كان في بارتي كبيره، وانا لما بكون هناك بكون جزء من الاستاف بتاع الكامب. فاليوم ده يا جماعه انا عمري ما حسيت قد ايه البني ادم وحيد كده. انا الليله دي قضيتها عياط بس، محدش طبعا يعرف الكلام ده من الناس اللي هناك خالص عشان انا كنت موجوده وسطيهم، بس انا كنت بعيط بس. ازاي انا وحيده كده؟ ازاي انا محدش مختارني؟ ازاي انا مش مهمه في حياه حد؟ ازاي انا محدش مكلمني النهارده يقول لي كل سنه وانتي طيبه، او يقول لي انا مبسوط ان انتي معايا في الحياه بتاعتي، اتمنى السنه الجديده تدخلي حياتي، تكملي في حياتي. كان عندي، مع ان اكيد في ناس قالت لي، بس انا I didn't see that. المهم يعني ان اللقطه بتاعت راس السنه دي عدى اليوم ده عليا صعب قوي. رجعت من الفيوم، قررت ان انا هروح لثيرابيست، لان كان في ملفات كتير قوي 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 اتفتحت، وللمره المليون انا عندي مشكله ان انا اروح احكي لحد انا عارفاه. يعني سبحان الله ربنا رزقني باصحاب كتير كوتشز ولزاز وشاطرين جدا، وانا دايما برشحهم لصحابي في التوكس. بس انا ما بحبش اروح احكي لحد انا عارفاه، يعني بحس انه مش هعرف، هحس ان انت شايفني بصوره وانا دلوقتي هحكي عن صوره تانية، فمش عايزه اللاج ده يحصل. فالمهم بدات ادور على حد ما يعرفنيش، حتى ما يعرفنيش على السوشيال ميديا، علشان اتكلم براحتي. والحمد لله لقيت ساعتها حد ورحت للثيرابيست. المهم وانا بتعالج في الفتره دي، او وانا بروح السيشنز في الفتره دي، حصل لي موقف او موقفين
برضو ستيل بيضغطوا عندي التعويره اللي بتوجعني. فالمهم الثيرابيست بتاعتي راحت قايله لي ايه، قايله لي مريم هو انت ليه ما سالتيش؟ فقلت لها ما الاجابه واضحه، يعني الكلام واضح، فاسال ليه؟ قالت لي طيب انت عليكي هومورك ان انت النهارده ترجعي البيت، الموقف اللي انت حصل معاكي ده تسالي فيه وتاخدي الفيدباك بتاع السؤال، وعلى اساسه تقرري قرار، والسيشن الجاي تقولي لي قررتي ايه. رجعت البيت مسحوله في ان انا ازاي هواجه يا جماعه، كاني كده بالظبط حد جه قال لي انا بكرهك، فانا رحت قلت له ايه ده، هو انت ما بتحبنيش؟ بالظبط حضرتك هو قالك انا بكرهك، فما فيش ميننج تاني غير ان هو ما بيحبنيش. فانا كان عندي بقى تقل غريب، قعدت مثلا يومين كاملين علشان اقرر ان انا هروح اواجه، هتكلم، هبعت مسج اقول هلو ذير، انا محتاجه اتكلم في اللي اتقال اليومين اللي فاتوا، واللي اتقال ده وصل لي بالطريقه الفلانيه وضايقني، فانا عايزه اتكلم، طب وعايزه اعرف. والكلام فعلا يعني كنت محطوطه في حته مش كويسه، كنت محطوطه في بوزيشن تقيل واجابته تقيله. وده اللي كان اكتشفت بقى ان ده من الاسباب اللي انا ما كنتش مكتشفاها او اعرفها، ان من الاسباب اللي بتخليني ما واجهش هو ان انا خايفه اسمع الاجابه المعينه، خايفه اسمع اجابه فبالتالي مش عايزه اسمعها، انا عارفاها بس خايفه اسمعها. فكنت برضو ظهرت لي دي وانا بواجه الموقف ده. المهم واجهت الموقف، لقيت نفسي برد كويس، لقيت نفسي بكتب، لقيت نفسي بتفاعل، لقيت نفسي باخد الكلام ومش بيوجعني انا، بس في اللحظه نفسها قلبي مقبوض كأن حد دايس على نفسي كده وانا بواجه. بس عايزه اقول لكم بصوا بقى اللقطه دي كانت بقى دي فتحت عندي بوابه تانية خالص. خلصت الكونفرزيشن وفهمت الموقف، وفهمت ان الموقف ده معناه كذا عند شخص معين، فاتصدمت. فكلمت الثيرابيست، قلت لها انا لازم اجيلك اقرب وقت قبل ميعاد السيشن بتاعي الاساسي. قالت لي ماشي تعالي. المهم رحت لها، قلت لها 1 2 3. عارفين يا جماعه لما تجيلكم هزه ارضيه في معتقداتكم الاساسيه، البديهيات، كاني بالظبط بقول لك ده اخضر انت شايفه بني وعايش عليه طول عمرك ان ده بني، طلع ان ده اسمه اخضر عند ناس تانية. انا بالظبط كانت دي اللقطه اللي خلتني انا عايشه طول عمري شايفه ان ده شمال ده يمين، صح؟ جت لحظه ان انتي بتقولي لي بعد كل العمر ده ان ده مش دايما شمال وده مش دايما يمين، تختلف. فهنا بقى السيشن بتاعت الثيرابي دي صحصحتني كده كأنها عارفه، فوقتني، واكتشفت منها حاجه شويه. ده في دروس مستفاده قوي في الوقت ده من حياتي، اللي هم كانوا تقريبا 2 شهرين يعني او حاجه. اكتشفت اول حاجه ان المواجهه من الحاجات اللذيذه جدا اللي بتسهل علينا وبتقطع شوط اقصر بكتير قوي من المعاناه والالم اللي احنا اصلا بنحط نفسنا فيه. دي اول حاجه. تاني حاجه ان المواجهه بتعرف اللي قدامك ان انت فاهم صح ولا فاهم غلط، لانه الشخص اللي قدامك ممكن يتعامل عادي جدا وفكرك انك فاهم، ما هو كمان شايفه انك انت فاهم زي ما هو فاهم. ففكرة المواجهة بتبينك اصلا الشخص التاني، بتعرفك للشخص التاني انه خلي بالك انا مش دايما هبقى بفكر زيك، وانه خلي بالك انا كمان بفهم حاجات ليها باك ستوري، فانت ما تعرفنيش بشكل كامل، في حاجات بتترجم عندي بشكل مختلف. وعرفتني حاجة بقى تالتة خالص، انه ساعات مثلا انا لما رحت حكيت الموقف اللي انا رايحة على اساسه الثيرابي ده، حكيته لواحده صاحبتي، فصاحبتي دي هي شبهي بالظبط، يعني نفس تفكيرها هي، فطبعا كانت بتأمن على كلامي. فاكتشفت انه ممكن جدا دايرتك القليله او الصغيره دي يبقوا كلهم بيفكروا بنفس الطريقه، فانت فاكره ان ده 100% من البني ادمين، في حين ان انتوا ممكن تبقوا 1% اصلا من البني ادمين اللي بيفكروا كده او ده رايهم. فعلشان انا وهي لما كنا نقعد نتكلم كانت هي بتدعم كلامي قوي،
اكتشفت انه لا، ممكن لو حكيت لحد بره يقول لي لا انت غلط، او انت لا فاهمه غلط، او انه كان لا في ناس تانية بتفكر بشكل تاني، او ان ده معناه حاجه تانية. فبرضو فهمت او حسيت ان انا كنت باصه كده قوي، وبعدين الصوره بدات تكبر شويه. فالمهم بعد السيشن دي وبعد ما واجهت وبعد ما عرفت الاجابه، عملت حاجه بقى بعد ده على طول، وبعد المواجهه عملت حاجه جامده جدا اسمها التخلي. والتخلي من الحاجات اللي انا عايزه اتكلم عنها في فيديو كامل، وهكلمكم عنها بدرس. وسبحان الله هتلاقوني دايما بتكلم عن درس انا اتعلمته، بيكون مش بقرصة ودن، ببتر، بحس ان انا بتجاب على الارض خالص عشان افهم. فهتكلم عنه في فيديو تاني برضه. بس موضوع التخلي ان انا واجهت، جالي الرد ده انا كنت حاطه ان هو هيتقال للاسف. فلما اتقال اتعاملت انه اوكي ده الرد، تمام، فانا مش متفاجئه. اتعاملت على اساس انه اتس اوكي، على الاقل الرد ده اتقال من بق الشخصيه دي، مش انا اللي اقترحته من دماغي. وبعدين قررت انه انا هكون واضحه، ودي حاجه انا ما بعملهاش، دي حاجه انا ما بعملهاش وما بعرفش اعملها، والحمد لله الحمد لله بدات اتعلمها. هو ان انا اكون واضحه، لان انا ما ببقاش واضحه، مش ما انا بهرب بقى، ما انا مش بواجه. فاللي مش بيواجه ده ما بيحاولش يسيب كلمه يمسك حد زله عليه، فما كنتش بسيب كلمه يتمسك زله عليا، فما كنتش واضحه، ممكن اجي من هنا واجي من هنا واجي من هنا. فقررت ان انا بعد ما واجهت، بصوا بقى، لان الحاجه الصح لما بتعدل حاجه صح بتبدا الدنيا تتعدل. لما واجهت لقيت نفسي واضحه جدا في اللي بطلبه، واضحه. ولقيت نفسي لما طلبت الحاجات بوضوح، سواء الشخص ده وافق عليها او ما وافقش عليها، عرفت اعمل حاجه جامده اللي هي التخلي. ان انا اوكي انت ما وافقتش عليها، اوكي انا مش هعرف. فتخليت في عز مثلا تعلقي، كان فعلا سبت الحاجه، تخليت في عز ما انا كنت مش حابه ان الموضوع ينتهي بالشكل ده. المهم، وبعديها بعد الموقف ده انا سافرت اصلا، وسافرت لوحدي برضو. فقعدت لوحدي 4 ايام تانيين بحلل الموقف اللي حصل وبفهم ازاي انا عملت كده. تحفه. عايزه اقول لكم ان دي فيصل في حياتي، ولو هقدم نصيحه في اللقطه دي بالذات هقول لكم ما تستصغروش اي حاجه انتوا بتعرفوا تعملوها في اللقطه دي. يعني انا ما استصغرتش ان انا عرفت اواجه في موقف قد كده، لانه سبحان الله بعد الموقف ده انا عملت حاجات كتيره بعديها على طول، ومواجهه كتير. حياتي كانت عامله كده في جزء، بدات تيجي قوي. فما ما تستصغروش ان انت عرفت ترد في موقف، او ان انت رديت اعتبارك في موقف، او ان انت حطيت حدود في موقف، حتى لو انت شايف ده موقف بسيط. بدل مخك يطمن في الموقف ده، اعرف ان هو هيعرف يطمن في مواقف تانية، فاستغل ان هو اطمن هنا. اوكي. فبعد ما خلصت ورجعت من السفر، سبحان الله الحاجه اللي انا تخليت عنها وقلت خلاص انا حطيت لها حدود وهي مش مناسباني، مع اني عايزاها، مع اني متضايقه ان هي خلصت، الحاجه جت لغايه عندي تاني. وهنا بقى كانت اللعبه اشتغلت معايا. يعني كان دايما اسمع الحاجه اللي بتسيبها بترجع لك، او لما تترك الحاجه للاخر، مش عارفه، لما تسيب الحبل يجي حاجه زي كده يعني. بس كانت هنا بقى في اللقطه دي اللعبه اشتغلت معايا، ان انا واجهت، كنت واضحه، سعيت، عملت اللي عليا، تخليت وسلمت الموضوع لربنا. فراح ربنا قال لي طب اللي انت عايزاه. هنا بقى حسيت ان انا واو، I did it، انا اتعلمت، برافو. وعايزه اقول لكم على حاجه، بعد المرحله دي انا كانت نفسيتي كويسه جدا بسبب الحته الصغيره دي. والكوتش بتاعتي، مع اني كان عندي مشاكل تانية كتير، ما رضتش تكوتش مي، يعني قالت لي انت مش محتاجاني، بدل عرفتي تعملي ده فانت مش محتاجاني. مريم انت ما عندكيش اي اضطرابات، انت ما عندكيش اي مشاكل، حاجات بسيطه جدا تعرفي تعمليها مع نفسك، انت مش محتاجاني، لما تكوني محتاجاني قوي كلميني. وسابتني ومشيت، يعني انهت هذا السيشن وخلصنا.
من يوم السيشن ده انا حقيقي بدأت اواجه الناس، وبدأت اواجه نفسي، وبدأت اواجه كل موقف انا كان نفسي اعمله من سنين. بدأت اعمل ده مع الناس. انا مش عارفة اقول لكم how it is magic انك تتكلم. طيب عملت ده ازاي؟ يعني بقول ايه؟ مثلا في موقف كتير قوي، بس ممكن مثلا حد مثلا من صحابي، من البنات المقربين مثلا، ما بتكلمنيش. انا بدي امثله على فكره ما حصلتليش، اوكي؟ بدي مثال في المطلق يعني عشان بس ما حدش ياخد ده على نفسه. حد مثلا من صحابي المقربين البنات ما بتكلمنيش مثلا، وانا دايما اللي بكلمها وبسال عليها. فانا القديمه شويه كنت هعتبر ان هي كمان هي مش عايزه تتكلم معايا، او هي مش انترستد فيا، فكنت هسال شويه وهبطل خلاص، وهاخد بقى الاجابه منها من موقفها ان هي مش عايزه تتكلم معايا، في حين ان هي ممكن يبقى عندها اجابات تانية خالص. فانا مثلا في موقف زي ده، بما اني اتعلمت المواجهه، هدخل اسالها: هل انا سؤالي عليكي بيضايقك؟ طب هل انا زني عليكي بيضايقك؟ طب في حاجه انت محتاجه تقوليها لي؟ طب مثلا انا يعني حابه ان انت تسالي عليا، طب او اقول لها انه قله سؤالك عليا بيحسسني ان انا مش مرغوبه، او انه انا تقيله عليكي، فبليز لو في حاجه قولي لي. شايفين الكلام ده؟ انت بتبقى حاسس من نفسك انه انا مش رمايه كده، او انا مش قليل كده. انا عارفه ان انتوا بتحسوا زي ما انا كنت بحس، انه بتعز عليا نفسي انه انا اروح اسال سؤال زي ده. بس انتوا مش متخيلين قد ايه الموضوع ساحر. واي احساس انت بتحسه في الحته دي هو مش حقيقي ومش صح اصلا، بيبعدك عن الحقيقه كل شويه. لا، خش اسال، وخش اسالي، وخشوا اعرفوا يا جماعه. خدوا يا جماعه الاجابات من الناس نفسها اللي انتوا مش فاهمين الموقف ده بيحصل ليه. خشوا اسالوا، وخلي اللي قدامك يجاوبك، لانه طريقه الاجابه بتخليك تحدد انت هتعرف تعمل ايه مع الشخص ده. ما تاخدش ابدا حاجه لانه والله العظيم انا عشت عمري كله فاهمه حاجه وطلعت غلط. طول عمري. انا عندي كام سنه دلوقتي؟ انا داخله في 28 سنه. اقسم بالله انا لسه مكتشفه الموضوع ده من كام شهر وانا عندي الثيرابي، من موقف اتفه من التفاهه هو اللي كشفني الدنيا دي كلها. فبلاش، ودي حاجه بقولها لنفسي قبل ما اقولها لكم، بلاش تعيشوا على فكره عندكم من زمان، لان مش الافكار بتتغير. وجايز جدا تكون انت اصلا حاطط فكره في دماغك مش حقيقيه ومش صح. كأننا بالظبط حطيت جملة equal كذا. يعني مثلا لما بحب حد equal هيسيبني، فالناس بتبطل تحب حد عشان لما بحب حد بيسيبني. او مثلا لما باخد بالي من نفسي الناس بتبعد عني، فايكوال. فبنبدأ نعمل ايه للأسف؟ مخنا في اوقات كتير كنوع من انواع الحفاظ عليك بيديلك equations كده، بيديك فاهم، بيديك زي معادلات. يبدا يقول لك طيب انت حصل لك الموقف ده اتكرر معاك مرتين ثلاثه، طب يلا نحط له equation. فنقوم حاطط لك والله المواجهه تساوي خساره، فبلاش، فما تعملهاش. فتلاقي نفسك ممكن يبقى عندك كميه equations في دماغك انت بتتعامل على اساسها، تمام؟ وهي it's not true، وانت فاكر ان ده عين الصح وعين الحق. ارجوكم والله العظيم بقول لكم ده مش من خبره بقى ومش من تجربه بقى، لا والله العظيم كميه احباطات وكميه كسره قلب، يعني ما اتمنهاش لحد ان انت تبقى مستني اللي قدامك يبرر لك وانت خايف تسأل، لحسن التبرير اللي انت خايف تسمعه فما تبقاش عايز تسمع. لا، المواجهة مهمة، والمواجهة بتقوي صاحبها قوي، لانك بتبقى خلاص مش مستاهلة ان انا اقعد كل السنين دي مستنياك تقولي تبرر لي تحس بيا تحترمني وتقدرني او تفهمني.
لانك انت لما بتحط فكره معينه في دماغك كانها بالظبط فلتر، كل حاجه وفكره وطريقه وتصرف بتعدي من خلالها. فلو انت ما فهمتش الصح، كل تصرفات اللي قدامك انت هتفهمها زي ما انت عايز تفهمها، في حين ما يكونش يقصدها. ففي علاقات كتير بتنتهي، وفي مشاكل كتير بتتبنى، وفي فجوات بتبقى ما بيننا وما بين الناس بسبب ان احنا ما بنتكلمش وما بنفهمش اللي قدامنا، وما بنفهمش اللي قدامنا احنا حاسين بايه وفاهمين ايه. وفي حاجة مهمة قوي 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 اتعلمتها من خلال بقى مرحلة حياتي في الهيلينج، وهي اللغة اللي بتكلم بيها. يعني ما ينفعش وانت بتواجه حد او بتتكلم مع حد تفضل تقدم له او توجه له سبابة الاتهام، عارفين اللي هي انت عملت كذا، انت بتحسسني بكذا، انت قلت. ما ينفعش نتكلم بالطريقة دي. كل اللي انت بتعمله يا استاذ ان انت بتقوم قايل والله لما حصل الموقف الفلاني انا حسيت بكذا، لما قلت الجمل الفلانية انا حسيت كذا. لانه الناس يا جماعة مش مسؤولة عن اللي احنا بنحسه. طب ما مثلا انا ممكن اقول كلمة لواحدة صاحبتي ما تزعلش، واقولها لواحدة تانية تزعل. طب الفرق فين؟ مين فينا بقى اللي غلط؟ مين فينا؟ ما نعرفش، صح؟ انا مش مسؤولة عن زعلك، انت مش مسؤولة عن الكلمة دي بتمثلك ايه بالظبط. انا اللي مسؤولة عن نفسي، ومسؤولة عن مشاعري، ومسؤولة عن افكاري، ومسؤولة عن الاكشنز بتاعتي. فكلمة ان انت بتيجي تواجه حد فتبدأ تضايقه او تبدأ تقوله انت، كأن انا بنرمي عليك او بأسقط عليك انه انا حسيت كل الاحاسيس دي بسببك. اوكي، هو عمل فعل، انا حسيت. اول سؤال بسأله لي انا حسيت ده ليه؟ هل ده ليه بقى باك ستوري؟ هل انا في موقف زمان عديت بيه فمديني فكرة معينة فالفكرة دي بتأذيني واخدين بالكم؟ فبالاول كده بنكون احنا مع نفسنا الاول صراحة. اواجهني انا الاول. وعلى فكرة المواجهة بتاعتك انت لنفسك اصعب بمليون مرة من انك تواجه حد تاني، لان صورتك عن نفسك من الحاجات اللي بتخليك عايش. لو صورتك لنفسك انتهت، باظت، اتكسرت، اتبهدلت، صدقني مش هتلاقي حاجة تعيش عشانها. فعشان كده مواجهة النفس أصعب بكتير جدا من مواجهة أي حد تاني. فأول حاجة تبقى أنت بتواجه نفسك بالطريقة الرحيمة. أنا عملت ده ليه؟ أو أنا حسيت ده ليه؟ أو أنا شعرت بده ليه؟ أو أنا فكرت في كده ليه؟ الأول أعرف ده مع نفسي، كأني بكلم نفسي وأنا صغيرة، بكلم بنتي الصغيرة. بعد كده لما أجي أوجه لحد بقى مواجهة، ما أقولوش أنت عملت وأنت، أنا حسيت كده لما أنت عملت، أنا اتضايقت كده لما انت عملت. فهل انت كان قصدك ده؟ كان قصدك توصل لي ده؟ ولا انا فهمت كده غلط؟ خد دايما الاجابة من الناس، ما تسيبش مخك يديك الاجابة. جماعة مخنا في اوقات كتير او تقريبا طول الوقت مخنا بيحاول يساعدنا ويحمينا، بس صدقني هو ساعات كتير بيحاول يحمينا غلط ويخليك تخاف غلط. الناس اللي عندها فوبيا والناس اللي عندها ترومات الحاجات دي، مخك هنا بيعمل لك ايه؟ بيقول لك ده خطر فابعد عنه. بس دي قطة، بس دي أوضة، ليه عندي فوبيا منها؟ علشان هو شاف خطر فخلاص هو مش عايز يكتر الخطر ده عليك، فبيتعامل مع الحاجات دي ان هي أسد. فمش دايما مخك صح، هو الصح بتاعه ان هو يخليك عايش in a survival mode. مش مهم بقى الطريقة اللي هيخليك عايش بيها طريقة صحية وهيلثي ولا لأ. علشان كده انت عندك مسؤولية ان انت تشتغل على نفسك، وعندك مسؤولية ان انت تكمل حياتك بانك تشتغل على افكارك ومشاعرك وتظبطها وتفهمها. كأنك بالظبط مخك اللي قاعد جوه ده حد انت كل شوية بترجع له وبتقول له بص انت والله فاهم غلط، الحاجة اللي انت خايف منها دي بص انا هعملها وهوريك ان هي ما بتخوفش قوي كده. عشان كده دايما بقول ايه؟ افهم مخك او افهم عقلك وعلم عليه. لانه لو المخ بتاعك تسيطر عليك انساني بقى وخد عنواني، خلاص ده هنا. شكرا شكرا بجد. مخك باورفل، بس خليك انت دايما اقوى منه، خليك انت دايما وعيله فاهم هو بيعمل ايه ويفكر ازاي. ما تسيبش الدنيا تمشي سبهلله كده خالص. فالمواجهة دي تعتبر بالنسبة لي من أهم الحاجات اللي أنا اتعلمتها، وعايزة أفضل أتعلمها، وعايزة أفضل أعلمها، لأنه بجد
بجد احنا ما بنتعلمش المواجهه، احنا بنتعلم ازاي نسكت، وازاي نبقى ناس محترمه، وازاي عيب نتكلم في حقنا، وازاي نخاف على مشاعر الاخرين. بس محدش قال لنا ابدا اتكلم بادب وخد حقك، او اسال، او اعرف، او خد الاجابه من صاحب الاجابه، ما تعيش على افكارك. ما تعلمناش الحاجات دي يا جماعه. علشان كده ساعات كتير بنبقى فاكرين ان الحاجات دي عيب لانه محدش قال لنا عليها، او ما تعلمناهاش، فهي اكيد مش صح. بدل ما تعلمناهاش يعني ما حدش اتكلم فيها قبل كده، فاخاف. زي كده السلف لاف، زي كده حبك لنفسك وتقديرك، لا يكون غرور، لا يكون مرع وقلة صنع، لا يكون، فاهمين؟ فاحنا محتاجين بس نبقى فاهمين كويس قوي ان المواجهة دي هي حاجة احنا محتاجين نتعلمها، وان هي بتوجع قوي في الاول، انك انت حاسس ان بتواجه حد عزيز عليك، لان طبيعي المواجهة بتحصل اكتر لناس قريبة مش لناس بعيدة. فالناس القريبة احنا بنبقى عزيز علينا قوي مواجهتهم، بنخاف يسيبونا، او بنخاف نزعلهم. بس صدقوني طريقة المواجهة هي اللي بتخليك تكسب او تخسر. انت بتواجه الشخص، مش بتواجهه ان هو شخص وحش، انت بتواجهه عشان انت حسيت منه بحاجة عايز تفسرها، والتفسير بتاعها هو اللي هيخليك تتعامل بشكل كويس. فحطوا المواجهه كنيه جديده كده، يعني يعتبر للسنه الجديده ان انتوا عايزين تتعلموها. ولو انتوا عندكم اي موقف متعلق كده حاسينه بندنج لسه ما واجهتوش فيه الشخص، بليز ادخلوا واجهوا الشخص، اتكلموا معاه، حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تقولوا كل اللي انتوا نفسكم فيه. وارجوكم ما تخافوش من حاجه، وما تخافوش من حد، وما تخافوش من اي خساره. خافوا بس ان انتوا في يوم من الايام تبقوا خسرانين روحكم، خافوا ان انتوا تبقوا فاقدين طاقتكم، خافوا ان انتوا تبقوا خسرانين راحتكم وسلامكم النفسي. على فكره جايز جدا ما تكونش حقيقيه، وان انتوا بس محتاجين حد يقول لكم لا والله اللي انت فاكره ده غلط، انا كان قصدي كده. لقطة صغيرة جدا ممكن تخليك ما تعيش السنين الجاية على أمل كذاب. فاعتبروا هذا الفيديو هو ملخص رسالة كده قوية جايالك، انك تفهم يعني ايه مواجهة، وتبدأ تاخد القرارات وتاخد الاكشنز اللي توديك للمواجهة الهيلثي، اللي هتخليك تعرف قيمة نفسك، وهتعرف قيمتك عند الآخرين، وهتعرف الآخر ده بيتعامل معاك ازاي. لأنه المواجهة دايما بتبين الآخر. يعني احنا يا جماعه عمرنا ما هنعرف الاشخاص في الاوقات اللذيذه وفي الضحك وفي الخروجه وفي السفر الجميل، لا هنعرف الاشخاص واحنا بنتخانق، هنعرف الاشخاص لما نشتغل معاهم، هنعرف الاشخاص في احلك الامور. لما انا اكون معاك في الموقف ده وانت تطبطب عليا، انا عارفه كده ان انت شخص تستاهل تكمل في حياتي. لكن لو انت شخص في احلك الامور بترميني على اخر ايدك، انا هنا لازم افكر تاني. فصدقوني ما تخافوش ان انتوا تخسروا الناس، لانه محدش بيخسر حد كويس. دايما اللي بتخسروهم بيكونوا اشخاص ما يستاهلوش تكملوا معاهم. اتفقنا؟ فاتمنى ليكم ان شاء الله يوم كده جميل وسالم، وباذن الله اشوفكم في فيديو جاي يكون بيتكلم عن حاجات تساعدكم اكتر في حياتكم، وتحسوا بالسلام والسلف لاف اكتر بكتير. اتمنى ليكم ان شاء الله كده اسبوع لذيذ وويك اند عظيم، واشوفكم الاسبوع الجاي. باي باي.